يحكى أن ميسي تأخرت زوجته في الأنجاب، فجمع كل الأطباء وشاء الله أن يجري شفاء زوجته على أيديهم، فحملت زوجته. وطار ميسي فرحا وأخذ يعد الأيام لقدوم ابنه. وعندما وضعت زوجته طفلها كانت دهشة الجميع كبيرة، فقد كان المولود بإذن واحدة. انزعج ميسي لهذا وفزع أن يصبح لدى ولده الصغير عقدة نفسية ويتنمر عليه الأطفال. ثم خطرت في بال زوجة ميسي فكرة خبيثة وقالت له: اقطع إذن كل المواليد الجدد، وبذلك يتشابهون مع ولدنا. أعجب ميسي بالفكرة، وصارت عادة تلك المنطقة أنه كلما ولد مولود قطعوا له أذنه. وما إن مضت عشرات السنين حتى غدا المجتمع كله بأذن واحدة. وحدث أن نيمار حضر إلى المنطقة وكان له أذنان كما هو المتوقع، فاستغرب أهل المنطقة من هذه الظاهرة الغريبة وجعلوه محط سخرية، وكانوا لا ينادونه إلا ذا الأذنين حتى ضاق بهم. وقرر نيمار أن يقطع أذنه ليصير واحدا منهم. العبرة: إذا كنت على يقين أنك على صواب فلا تتنازل عنه لإرضائهم. إذا كانوا لا يخجلون بخطئهم فلم تخجل أنت بصوابك. أصدقائي، هذه القصة خيالية، وإذا أعجبتكم اشتركوا وضعوا لايك.